طبعا ما ينفعش يبقى معانا شادي ريان وما نسالوش سؤال مهم جدا، ليه دايما حظ العربيات المستعمله بيبقى احسن من العربيات الزيرو؟ يعني حقيقه انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب بعد أكثر من 30 سنة زواج لايك فولو ويلا بينا. نبدأ قصة حياة عمرو أديب الشخصية والعائلية كاملة. من هو عمرو أديب؟ إعلامي مصري مشهور جداً، عرفه الجمهور ببرنامجه الحكاية وأعماله في التلفزيون والإذاعة. ولد في 23 من أكتوبر عام 1963 في مصر. له حضور كبير على الساحة الإعلامية العربية. الزواج الأول قبل لميس الحديدي، تزوج عمرو أديب من أماني سوكا حسب بعض المصادر، وأنجب منها ابناً واحداً يدعى خالد. الزواج من لميس الحديدي، تزوج عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي في العام 1999 تقريباً، في علاقة طويلة امتدت أكثر من 25 سنة. من زواجهما أنجبا ابنهما الوحيد نور الدين الذي أصبح رجلاً ويقيم خارج مصر غالباً. في لندن الأبناء من زوجته أماني سوكا، خالد ابن أول. من لميس الحديدي نور الدين أديب، ابن وحيد من هذا الزواج. الخلافات وشائعات الطلاق والمصادر المتضاربة. في أواخر 2025 ظهرت شائعات قوية عن انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي، خاصة بعد رصد اختفاء خاتم الزواج عن إصبع عمرو أديب في ظهوره الإعلامي. بعض المواقع ذكرت أن عمرو بدأ إجراءات الطلاق تمهيداً للزواج مجدداً، وأن لميس كانت ترفض في البداية الانفصال. مصادر صحفية أخرى قالت أن لميس هي التي طلبت الطلاق بعد ارتباط زوجها بسيدة أعمال منذ الصيف الماضي. دينا طلعت مصادر إعلامية أخرى ذكرت أن الطلاق تم رسمياً بامتداد زواج أكثر من 25 سنة وبود وهدوء، وأن الطرفين حافظاً على احترام كبير. لكن حتى الآن لم يصدر بيان رسمي مباشر من عمرو أديب أو لميس الحديدي يؤكد أو ينفي كل التفاصيل بدقة. لذلك تبقى بعض النقاط في نطاق الأنباء غير المؤكدة رغم التغطية الصحفية المكثفة. من هي لميس الحديدي؟ نبذة قصيرة، إعلامية مصرية بارزة، وتعتبر واحدة من أشهر مذيعات البرامج الحوارية في مصر والعالم العربي. درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتدرجت في الصحافة ثم التلفزيون. حياتها مع عمرو أديب، عاشت علاقة طويلة مع عمرو أديب، وتشاركته أوقاتا مهمة في مسيرته المهنية والشخصية. قصص وتحديات عانت من تهديدات وأزمات في بعض فترات حياتها المهنية أثناء تغطياتها السياسية، منها تهديدات خلال أحداث سياسية في مصر. من هي دينا طلعت؟ الهوية، سيدة أعمال مصرية بارزة، رئيسة مجلس إدارة شركة راديو طلعت، وهي علامة تجارية معروفة في مجال الأجهزة الإلكترونية والصوتية والكهربائية. حياتها الشخصية، أم ل4 أبناء من زواجها السابق بشادي ريان الذي وصفته الصحف بإمبراطور السيارات. تحافظ على خصوصية حياتها الشخصية وتبتعد عن الأضواء غالباً. أعمالها وسعت نشاط الشركة التي أسسها والدها منذ 1956، وبنت لها اسماً قوياً في مصر وإفريقيا. الجدل حول علاقة عمرو أديب بدينا طلعت تقارير انتشرت في الصحافة بعد أواخر 2025 تربط عمرو أديب بدينا طلعت، وتقول إن ارتباطهما كان سبباً في طلب لميس الحديدي للطلاق. بعض المواقع تحدثت عن أن عمرو أنهى إجراءات طلاق زوجتيه لميس ورشا استعداداً للزواج من دينا، لكن هذه المعلومات ليست مؤكدة ببيانات رسمية حتى الآن. مصادر أخرى نفت بصورة قاطعة وجود ارتباط رسمي أو عقد زواج بين عمرو ودينا حتى الآن، واعتبرت كل ما ينشر شائعات لم تؤكدها المصادر الرسمية أو الطرفان أنفسهما، مما يعني أن العلاقة بين عمرو أديب ودينا طلعت مرتبطة بشائعات قوية ومناقشات على السوشيال ميديا أكثر من كونها معلنة رسمياً حتى الآن. الخلاصة، عمرو أديب زواج أول من أماني سوكا وأنجب خالد، زواج طويل من لميس الحديدي 1999 2025 بلس، وأنجبا نور الدين. انفصال وطلاق مبهمان نسبياً، صحف ذكرت الانفصال رسمياً بعد أكثر من 25 سنة. وبعض المصادر تؤكد أن لميس طلبت الطلاق بعد ارتباط زوجها بسيدة أعمال، ولم يتم تأكيد رسمي واحد على تفاصيل الأسباب كاملة حتى الآن. دينا طلعت، سيدة أعمال ناجحة في مجال الإلكترونيات، أم ل4 أبناء من شادي ريان. اسمها ارتبط بشائعات عن علاقة مستقبلية مع عمرو أديب، لكن الأمر ليس مؤكداً رسمياً حتى الآن.